أنا محمد أبرهون. اتولدت في 5 مايو 1989 من مواليد تطوان شمال المغرب، منتوج خالص لمدرسة المغرب التطواني، لاعب كرة قدم دولي مغربي. لعبت لفريق المغرب التطواني، وكنت قلب الدفاع وجزءا من الجيل الذهبي، وقدت الفريق للتتويج بلقبين للدوري في عام 2013 وعام 2014. متزوج ولدي بنت وولد. التحقت بالفريق الأول بالمغرب موسم 2009-2010، ثم أكملت الموسم معارا لنادي شباب الريف الحسيمي في عام 2010. حملت القميص الوطني المغربي لأول مرة عام 2010، وتوجت برفقة المنتخب بوصافة بطولة إفريقيا لأقل من 23 عام مع المغرب عام 2011، وكنت ضمن المشاركين رفقة المنتخب المغربي الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية لندن عام 2012. عرف عني أخلاقي العالية وذوقي العالي في التعامل مع الجميع. بدأت فصلا جديدا في مسيرتي منذ عام 2017 عندما حصلت على عقد مع نادي الدرجة الأولى البرتغالي موريرينسي، وبعد موسمين انتقلت إلى نادي ريزا سبور التركي في عام 2019. شاركت معهم في 37 مباراة قبل إصابتي بمرض سرطان المعدة في عز عطائي الكروي. عانيت لمدة 7 أشهر مع مرض السرطان، مما أدى لابتعادي عن الملاعب وحرماني من المشاركة مع نادي ريزا سبورت التركي بالمرحلة الثانية من فعالية الموسم الكروي. وأعلنت إصابتي بالمرض في سبتمبر عام 2020. وقبل شهر نشر النادي ريبورتاجا مصورا بحضوري أكدت فيه تحسني بعد فترة علاجية وإجراء عملية جراحية، ولكن حدثت لي مضاعفات تسببت بدخولي للمستشفى مرة أخرى، وقضيت فيها عدة أسابيع، ولكني توفيت في أحد المستشفيات التركية يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 عن عمر ناهز 31 عاما. شكل خبر وفاتي صدمة للمجتمع الرياضي المغربي، وتوالت برقيات التعازي من الأندية المغربية. وقام الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المغربية بهدف استقدام جثمان من تركيا للمغرب. كما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التكفل بنفقات نقل ودفن الجثمان. ووصل جثمان في الساعة 2 صباح يوم الخميس 3 ديسمبر 2020. كما وأصدرت عائلتي بيانا تطلب فيه من كل محبين عدم القدوم لمنزل الأسرة بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات. ورغم ذلك شهد محيط منزلي تواجد الآلاف من التطوانيين، مما اضطر السلطات المحلية والأمنية التواجد في الحي لمنع التجمعات. وتم تشييع جثماني في موكب محدود من أفراد أسرتي حسب التدابير المعمول بها، وتم دفني في مسقط رأسي بمدينة تطوان وسط دموع الأهالي والأسرة المفجوعة على وفاتي.